صباح الخير من جديد إليك كاتي ولانا وكل ضيوفك الكرام. أكيد أنا عملت عندكم عنصر التشويق يا كاتي، مضبوط؟ والله عنصر التشويق بشكل كتير كبير. أنا بعرف السليقة اللي هي القمح المسلوق مع السكر، هذا اللي بعرفه، بس طلع البتشيلة محمصة تحميص مع السكر، فيعني فضول قاتل كان بالنسبة لي لليوم. اكيد كانت اليوم راح نضعكم في اكيد البتشيله وحكيت لكم في هذه الصباحات الجميله. خليني ارجع اصب عليك وعلى لانا وعلى كل المشاهدين وين ما كانوا بهذه الجلسه الجميله من بدر الجديده بمعزبنا ابو مقبل. الله يسعد صباحك. اهلا وسهلا. يعني ان شاء الله نكون معكم بفقره مميزه، ولكن اسمحوا لي نصبح على اول شيء جدتنا وحجتنا ام فهد، الله يصبحك بالخير. هلا صباح الخير، معاكم الحجه ام فهد. والله والنعم، كيف حالك؟ ونك يا اخوي. هلا وايضا بدي اصب على عمنا ابو مقبل، الله يصبحك بالخير، عم بركات العبادي. وربنا يغفر ملكنا ابو حسين. الله يسعدك. طيب يحمينا من هالوبا يا رب يا رب يا رب يا الله يا رب. عم ابو مقبل، يعني احنا اليوم بدنا تقولنا عن البتشيله. يا سيدي اول شيء الله يسعد صباحك جميل، اهلا وسهلا. يا هلا بك. البتشيله كانوا يسووها البدو واهل القرى. نعم. من القمح. طبعا القمح يقلوه قلي، اذا كميه قليله يقلى بالمحماسه تاعت القهوه، اذا كميه كبيره بالصاج. بعد قليه يندرس على حجر الرحى. على الحجر؟ على الحجر الرحى. بعد درسه والله تجهيزه بشاي او بحليب. هذا للي يكونوا عزوبيه طالعين مع الابل او مع الغنم. يا يما انا وفي نوع يسووها للنفساء عن طريقه البتشيله. قولي لنا جد ام فهد. ننقي القمح ننظفه ما يظل بيحصل ولا الشعير، ونحطه بهالصاج ونقلاه ونطحنه على الحجر هذا مثل هذا، ونلوخه مع حليب ومع سمن. تعال كل يعني تعال عندها كلها كلها. طيب طبعا يعتمدوا للنشاز اكثر شيء للولادات كمان. لانه في سعرات حراريه عاليه. يعني احنا نشبهه بالاكله الدسمه الان يا ابو. يرحمك. ايوه نلوخه مع حليب مع سمن وياكل من الولادات. طيب الان يعني هاي طريقه اللي بتسويها اخوي ابو مقبل، لازم كله ينحمس على النار. نعم ينحمس لما يصير اخضر، وبعد الحمس تبريده شويه ونطحنه على حجر الرحى. تنزل من حجر الرحى ناعمه. نعم. هسه نعمل لك اياه يا ريت تفرجينا اياه وتفرجي المشاهدين ان شاء الكل. طيب خلينا نروح لجدتنا ام فهد. جده. نعم. يعني اول شيء انا زمان لما الله يرحم جدتي كنت اقعد معها. تعيش يا رب. كنا نقعد معها ونسمع ايام زمان كيف كنتوا عايشين، كنا نحس وننبسط وننسى الدنيا. الله صح. سولفي لي عن كيف كنتوا عايشين زمان يا قبل. عايشين من يطلع النهار نصلي ونحط البريج على النار ونحط الطحين نعجن ونخبز الصبح كل يوم. الصبح هذا يومي. ومن بعدها بس نفطر نشد على الحمير ونرجع العيون. نجيب ميه من العيون ونعاود اللي يروح على الحصيده اللي يروح على الدخان. يعني هذه حياتنا قبل. هذه حياتنا. واحسن حياه اليوم. احسها احسن حياه اليوم. يعني احسن من اليوم. احسن حياه اليوم. طيب ما نعرف على خبز الفرن. يعني خبز الفرن يجيبوه لما يروحوا يبيعوا لبن يجيبوا لنا شهوه. ما كنت المخابز ما كان خبزكم بالدار كل يوم؟ خبزنا بالدار يومي. كل يوم الصبح تخبز؟ يومي يعني نحط البريج على النار والعجينات بحده نعجن ونخبز. اخوي رعد شوف اصافنا يعني كله بلدي. يا سلام عليك. البيض بلدي، السمن بلدي، كله بلدي. كله بلدي من عندكم؟ كله بلدي من نفس الدار، من الحلال. طيب نحلب ونخض عدينا. يا ام فهد. نعم. يعني ودي اسالك عن زمان كيف كانت مناسباتكم؟ حفلاتكم واعراسكم؟ شو حفلاتنا من اسبوع لاسبوع والفرح داير والذبايح دايرات كل ليله. مش زي اليوم. مو يوم واحد. لا والله ما هو يوم، واليوم حتى ما احنا هسه في كورونا، هسه ما في اعراس. ما في. مظبوط؟ مظبوط. طيب شو بدك تقولي لكل المشاهدين؟ قبل ما خلينا نروح لابو مقبل. ابو مقبل. يا هلا حبيبي. يعني احنا الان شو بدك تسوي؟ الان المرحله الثانيه اللي هي طحن. هاي الطريقه. يا سلام عليك ابو مقبل. حط قمح. حط
ايوه حط. شوف كيف لما طبعا اذا الكميه تعلم من كبارنا يا ابو مقبل. نعم اذا الكميه كبيره اثنين يترايحوا عليها، المعزب والمعزبه. وانا بدي اقوم اريحك عليها يا ابو. انا بدي اقوم اريحك عليها. حط ايدك فوق ايدي هان. والله انا بدي اريحك عليها. قابلني وحط ايدك فوق ايدي. ايوه انت تاخذ شنو ولا بهالشكل هذا. هيك بدك عشان السرعه صح؟ لا عشان يريحوا بعض لانه الحجر ثقيل هذا مش خفيف. والله ثقيل. شايف؟ لما تكون كميه كثيره مثل عضلات حتى يحركوها. طيب هذه على كل الكميه الموجوده؟ لا بدك تظل تحط لها زي. طيب ممكن نشوف كيف نزل يا ابو مقبل؟ لسه فرجينا. ودها شويه. والله تعب يا ابو مقبل. يعني فقرتنا الصباحيه مقبل راح اتركك لحالك. بهاي الاجواء الجميله مع عمنا ابو مقبل وايضا حجتنا وجدتنا ام فهد. ام فهد. نعم. لما البتشيله كنت تسويها قديش كنت تقعدي عليها وقت؟ والله ورا كثرة تطول لها. اذا انها كثيره تقعد عليها تطول وانت تجري. شايفها صارت تنزل. الان هذا هو اللي احنا بنحكي عنه بدنا اياه صح؟ نعم هاي اللي بدنا. والله اذا كثيره يوم تطول واحنا نجري. انا بدي اشوف بس الكميه هاي ونفرجيها المشاهدين كيف تنزل بعد ما يقرش اخونا ابو مقبل بالحجر زي ما احنا نشوف. لازم نعمها. حط قمح. يعني حط قمح يا ابو مقبل. ابو مقبل انت تسويها باستمرار البتشيله؟ باستمرار هاي احنا طبعا طيب. جماعه. هسه نفرجي الناس كيف صارت هيها الطريقه هاي. يعني هي انا بدي افرجي هاي هذا القمح اللي سواه ابو مقبل. طيب طبعا بعدين هاي حلاوه وهي سمن نحط بهالطريقه. لو في حليب كمان. في حليب كمان ابو مقبل؟ لا ما جبت حليب اليوم. لو في حليب اطيب. ويطروها بشاي افضل طريقه لها لانه يكون ساخن وعليه سكر. شايف؟ بهالطريقه يسقوها. بس كله مع بعض. هاي اللي زي هيك يعملوها لما يكون في بالبيت قبل يقولوا عن الولاده ظنايه. لما تكون في ظنايه بالبيت يعني هاي الستات اكيد تلزمهم هاي الفقره. يعني ممكن نعمل لهم ايضا بتشيله. يعني بصراحه طبق يعني انا اللي قاعد بشوفه يعني شيء رائع. يعني حتى اللي بيطلع الان بذكرك بايام زمان، بذكرك بالطيب بالاصل بعاداتنا وتقاليدنا اكيد. كميه السمن كثيره يا ابو؟ حسب عاد في ناس يفتها بسمن كامله بس كامل. تكون حسب حسب هي اكله دسمه. نعم او شايف بس حليب مع سكر وشويه سمن تكون يعني مقبوله. تكون اطيب كمان. وحلاوه سعرات حراريه خاصه بالبرد. طبعا بالبرد كويس. وقبل لانهم بيوت شعر بدهم يدفوا باي طريقه يعني. طيب ابو مقبل انا بدي اترك تخلصها عشان فرجيها للمشاهدين كيف تكون نهايتها واروح عند جدتنا ام فهد. جدتنا ام فهد. نعم. يعني قبل ما ننهي فقرتنا اليوم ونروح نسلم المشاهدين شو بدك تقولي لكل الناس اللي يشوفونا الان على شاشه التلفزيون الأردني؟ شو تحكي لهم؟ انا حكيت القصه عندي. قولي لهم الان عن كورونا، كيف بدنا ندير بالنا من كورونا يا ام فهد؟ يديروا بالهم يلتزموا. والله يا على الكمامات. على الكمامات؟ على الكمامات شو بدنا ندير بالنا؟ في هذا في رب. لا يخطر. يا رب دائما يا رب واحنا بنقول يا رب. دائما يا رب يا الله. والله يطول عمرك يا رب. الله يحفظك. ويعطيك الصحه والعافيه. الله يحفظك. الله يخليك امك. انا بدي اشكرك واشكر وجودك معنا بهذا اليوم. الله عمرك وربنا ان شاء الله وانتم بركتنا. يبعد هالوباء عنا يا الله. امين. امين. امين يا رب. عم ابو مقبل هاي الان انتهت. راعد هيها صارت جاهزه الان. هاي هي البتشيله الان يا كاتي ولانا. بده يعطينا اياها ابو مقبل. والله يعطينا معلقه يا ريت. هاي هي البتشيله اللي احنا حكينا لكم عنها الصبح بهذه يعني على النار زي ما شفتوا على الحطب. ما كان في لا غاز وكان في الادوات كله على النار. يعني كمان معلقه بلاستيك عشان احنا ظلينا ما نستوى كثير، ما نستوى المحماس ده، نستوى بصاج. يعني والله بتشح يا ابو. العافيه حبيبي يا ريت. اهلا وسهلا. والله بتشح. والله بقصري معكم. طيب اهلا وسهلا ابو مقبل انا بدي اشكرك. اهلا وسهلا بك. استغفر. شو بتوجه رساله لكل المشاهدين الان عشان تشوفوا؟ اول شيء يقول يسعد صباحك. اول شيء كل المشاهدين الله يسعد صباحكم. نتمنى ان شاء الله الوباء يروح يا رب. امين. يا الله. ونوصي الناس بشكل عام
يلتزموا بالكمامة والتباعد الاجتماعي عشان نخلص من الأوبئة بأقرب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. وانا ان شاء الله راح يكون لكم معكم مقابلات ولقاءات في بدر عفوا في بدر، لانه بدر صراحه جدا جميله بناسها واهلها والمنطقه الجميله. بدي اشكركم اهلا وسهلا بكم جدا فهد، الله يسعد قلبك، ربي يحفظك، يعطيك العافيه والصحه والله يطول بعمرك. الله يحفظك عمو مقبل، شكرا لك حبيبي، يعطيك العافيه، الله يحفظك وما الله قصرت. يحفظك وربنا عند يوفقك. اهلك وناسك يميت اهلا وسهلا الله فيك يسعدك باي ساعه الله يسعدك. الان اذا بدنا نرجع لكاتي ولانا بهذه الصباحات الجميله وهذه الفقره. بصراحه البساطه دائما احنا وعاداتنا وتقاليدنا اللي دائما نتمسك فيها، بنحب دائما كل فتره بنحكي عنها من خلال برنامج يوم جديد. واليوم كنا معكم من بدر اجيد مع عمنا ابو مقبل بركات العبادي، وايضا جدتي ام فهد الله يطول بعمرها. والان عوده الى كاتي ولانا لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد.